النهارده نشوف مع بعض ارخص 3 فنادق على البحر موجودين في اسكندريه. بس قبل ما نكمل الفيديو عايزين نوصل الفيديو ل 10000 لايك عشان تدعموني ان انا اكمل السلسله دي. اول فندق معانا هو فندق اكروبيل موجود في منطقه محطه الرمل. تعالوا مع بعض نشوف شكل الغرفه من جوه عامل ازاي. اول ما نخش غرفه اول حاجه بتشوفها على ايديك الشمال هو الدولاب. دولاب ظريف دمه خفيف، مفيهوش بقى شماعات ولا مخدات زياده ولا بطاطين ولا اي حاجه. تعالوا نكتشف بقيه الغرفه. اول ما تخش الغرفه الوانها مبهجه، يعني اللون الابيض واللون الازرق موجودين في كل حته تقريبا. البورتريه الطويل العريض دوت فوق السرير، شكله دمه خفيف جدا صراحه، وفي اجواء البحر وزي ما بقول لكم اللون الابيض مبهج، يعني اللون الابيض مسيطر على كل حاجه تقريبا. الحيطان، السراير، حمام، كل حاجه لونها ابيض. الحمام بقى مبني تحس ان هو واخد مساحه من الغرفه. ما عنديش تعليق على ده صراحه لان غرفه حجمها مناسب، غرفه بسيطه تكفي شخصين. السراير ملفت النظر فيها انها كبيره، يعني حجم السرير كبير 120 سم او اكتر حاجه زي كده. حجمه حلو يعني لحد طويل او حد ضخم شويه فده هيبقى مريح جدا. المرتبه عموما مريحه، تحس انها يعني ناعمه كده، يعني الرسمه اللي على المخدات دمها خفيف صراحه. برده بحر واجواء اسكندريه ومحطه الرمل والدنيا حلوه، يعني عاملين اجواء. تعالوا نجرب مع بعض المرتبه والمخده. لا مريحه لابعد حد صراحه. المخده صراحه مريحه جدا، والسرير بشكل عام مريح لابعد حد. السرير مع المخده صراحه يعني اجواء رمضان دي قادرين ان هم ينيموك. جنب السرير بقى في كومودينو، بس الكومودينو ايه تحس ان هو يعني متهالك شويه، قديم حبه، قديم شويتين. مستوى النظافه مش افضل حاجه، يعني حاجات عليها تراب مش متنضفه قوي. المفروض لما حد بيعمل تشيك ان او كده يعني لازم يتاكدوا من حته الغرفه تكون نظيفه ومفيش تراب وكده، لكن الحته ديت ناقصاهم شويه. الكلام ده برده واضح في حته المروحه، يعني المروحه مش متنضفه خالص، التراب باين عليها. لان الغرفه ما فيهاش تكييف فانت اجباري هتشغل المروحه، فالفكره ان المروحه التراب ده ممكن يجي عليك او حاجه مش عارف. عندك تلفزيون هنا 24 بوصه تقريبا، ماركه غريبه اسمها اتا، وحاطط لك برده ريسيفر وبتاع، وتلفزيون صغير نسبيا يعني انت بتتابع حاجه او كده. مع البعد بتاع السرير مش افضل حاجه. الميني بار هنا عندك برده حجمه كبير شويه، ماركه وايت ويل، براند نضيف يعني وكبير برده. لو انت قاعد فتره اعتقد ظريف بالنسبه لك ونضيف من جوه ويشيل كميات ظريفه يعني. تعالوا مع بعض نشوف الحمام. الحمام برغم ان هو صغير ولكن يعني شكل السيراميك بالنسبه لي ايه مبهج شويه، ولكن برده نظافه الحمام برده مش افضل حاجه. مرايه مش نظيفه تماما، برده التويليت هنا مش نظيف قوي. الحته اللي فوق ديت معرفش ده صدى ولا دي قله نظافه ولا ايه. غريب بالنسبه لي ان في سخان برده في الغرفه. الفنادق المفروض يبقى فيها تسخين عام للغرف كلها، ده بيبقى افضل كتير يعني، لانه بيضمن لك ان في ميه سخنه طول الوقت، ولكن ده مش افضل اختيار يعني. سعر الغرفه هنا هو 380 جنيه للشخصين في الليله، فاعتقد سعر مناسب جدا، سعر قليل خالص، وده من اكتر المميزات اللي موجوده في الغرفه. الاجواء بتاعه الغرفه مبهجه ولكن بتفتقر لحته النظافه شويه، المفروض ان هم يهتموا بالنظافه اكتر من كده. برده اللوكيشن بتاع المكان رائع، فانت هنا افضل حاجه بالنسبه لك هو اللوكيشن والسعر، اقل سعر وعلى البحر على طول. بنصور في رمضان فالسعر 380 ده ما اعرفش في السيزون هيعلى شويه، ممكن يوصل 500 وشويه اعتقد. يزال ان هو من الاسعار الظريفه وفندق اقتصادي اختيار كويس. خلصنا هنا نشوف الفندق الثاني. وصلنا عند فندق رويال كراون، خلينا نشوف الغرفه من جوه شكلها عامل ازاي. اول ما تخش غرفه الحمام بيبقى على ايديك الشمال، خلينا نشوفه بعدين. نشوف الغرفه الاول. الغرفه بسيطه خالص، سيمبل، تحس انها يعني قديمه شويه، تحس الغرف مش متجدده شويه، ولكن مراتب تحس انها جديده شويه. السرير لا يعني تحس ان ستايل السرير قديم حبه، اضاءه كده فوق السرير خفيفه، المفروض تكون يعني نازله تحت شويه. برده هم هنا في الغرفه تحس ان هم بيرفعوا كل حاجه فوق، الاضاءه اللي فوق السرير دي المفروض تبقى تحت شويه، لا هو يعني فوق خالص. وبرده نفس القصه في التلفزيون، تحس ان التلفزيون يعني رافعينه لفوق خالص، يعني ما ايه الفكره من رفعه انا مش قادر افهم يعني. ملوش غير حل واحد عشان تعرف تتفرج عليه، تجيب الكرسي ده كده تقلع الشوز، طب حاطط الكرسي كده تقدر تتفرج على الشاشه، يعني عشان تبقى في نفس مستوى الشاشه على طول. الكومودينو اللي جنب السرير تحس ان هو قديم شويه، ولكن ده المتوقع من الفئه الاقتصاديه. يعني دايما في الفئه الاقتصاديه والحاجات الرخيصه ما تتوقعش ان الحاجه هتكون واو، يعني دايما الحاجه هتقلل معاييرك للسكن. عندهم حاجه لطيفه جدا هو ان الميني بار ماركه بيكو، ميني بار براند تركي ظريف جدا، تحس ان هو الحاجه الوحيده او اجدد حاجه موجوده في الغرفه. عندك مكتب بسيط هنا تحت التلفزيون، ولكن برده ما فيش كرسي للمكتب، هي بس الكراسي اللي موجوده عند الشباك، لكن ما فيش كرسي للتسريحه هنا متاح عشان لو انت عايز تقعد او حاجه. فانت برده دي حاجه انا مش قادر افهمها شويه. اللطيف بقى ان انت في الغرفه هنا عندك تكييف. دايما الفئه الاقتصاديه ديت او الحاجات اللي هي سعرها بيكون قليل مش دايما بتلاقي فكره ان التكييف موجود، ولكن هنا في تكييف شكله ظريف برده عشان الدنيا لو حررت يظبط لك الدنيا. في هنا الدولاب، ولكن الدولاب هنا موجود برده ولكن صغير شويه، يعني لو انت قاعد مده طويله اعتقد الموضوع هيكون صعب. يمكن اصغر دولاب شفته في حياتي، يعني بص ما فيش مجال اصلا، يعني هو مش دولاب، هو بص كده خلاص كده انا ساند نصي بس اللي داخل، هو قد نص بلاطه، يعني الدولاب صغير قوي الصراحه. تعالوا مع بعض بقى نشوف الحمام. الحمام هنا يعني يعتبر اقل من بسيط، معايير بتقل شويه. عايزين يعملوا حركه لطيفه، حاطط لك بقى الستيكر ده عشان يعمل لك ديكور جمالي جوه الحمام، يعني محاوله هو ما بيحاولوا يعني. ولكن في حاجه غريبه جوه الحمام ان هو حاطط لك المفتاح ده، انا مش شايف سخان او حاجه فمش فاهم ده وظيفته ايه. في صوره التكييف، ما تقوليش ان ده بتاع التكييف، انا لما بشغل ده بسمع
اغرب حاجه شفتها في حياتي لحد دلوقتي وهو ان ده زرار التكييف جوه الحمام، مكانه مش هنا تماما يعني. ليه زرار التكييف جوه الحمام؟ انا دي حاجه مش فاهمها خالص. حمام مش بسيط، حمام غريب من وجهه نظري. خلينا نشوف الفيو. اجمل حاجه بقى هنا هي الفيو رائع. دايما الفنادق بتاعت اسكندريه الفيو بيبقى مريح نفسيا، بتشوف منظر البحر قدامك والكورنيش، مريح نفسيا اكتر من اي حاجه. ده يمكن اكتر ميزه موجوده في الفندق هنا. برده في هنا كرسيين وترابيزه ظريفه عشان لو انت عايز تشرب الشاي او حاجه تكون شايف المنظر الرائع بتاع البحر ده. تعالوا مع بعض بقى نجرب السرير. زي ما قلت لكم مراتب جديده بس انها ايه متكلفه شويه، لا مريحه، مراتب كويسه، مخدات مريحه، ده حاجه ايجابيه، تنام وتستريح. سعر غرفه هنا 450 جنيه في الوقت اللي احنا حجزنا فيه. اتوقع في الموسم ممكن مثلا يرفع لحد 650 او 700 حاجه زي كده. الغرف اللي هي مطله على البحر على طول. مميزات الفندق من وجهه نظري المكان، اللوكيشن تحفه قدام البحر على طول، الفيو رائع، كل حاجه كويسه. ولكن من العيوب من وجهه نظري هي الترتيب الخاطئ للغرفه، كل حاجه مرفوعه لفوق. الغرفه قديمه شويه ما تمش تجديدها. بستغرب الفنادق اللي هي مش بتصرف على فكره التجديد شويه، يعني هم لو عملوا شويه تجديدات بسيطه يقدروا ان هم يرفعوا من سعر غرفه في الليله ويظبطوا الدنيا وحتى يقدموا خدمه مميزه. خلصنا هنا نشوف الفندق التاني. وصلنا عند فندق ايفو اللي موجود قدام المنتزه، فتعالوا مع بعض نشوف شكل الغرف من جوه عامل ازاي. احنا المفروض ان احنا حاجزين غرفه دبل عاديه، ولكن انا اول ما دخلت المكان شايف ان في وسع رهيب، يعني مش غرفه عاديه، تقريبا ده جناح او حاجه زي كده. فخلينا نكتشف مع بعض. هنا في تسريحه صغيره، انت لو عايز تقعد بقى تقعد ازاي يعني كده في تنظيم خاطئ في الحته دي. ممكن يكون مكان التسريحه مثلا تحت تابلوه هنا، او يشيلوا التابلوه ويحطوا تسريحه هنا. في مكان واسع والدنيا ظريفه، احسن من ان هو يبقى مزنوق. هو هتحس ان هم عايزين يترسوا الحاجه وخلاص، حتى التنظيم تحس ان هو مش مظبوط. الدولاب شكله كبير يعني ظريف، 3 غرف، حاطط لك بطانيات كمان عشان لو الدنيا سقعت عليك بالليل تعرف تتدفى وتظبط الدنيا. خلينا نشوف بقيه الغرفه. بالنسبه لي مكان التلفزيون ممتاز، يعني قدام السريرين تقدر انت تقعد هنا ايه تروق على نفسك كده قدام التلفزيون. الشخصين اللي ساكنين هنا يتبسطوا على الاخر. برضه حاجه كويسه ان التلفزيون كبير، يعني ده 32 بوصه، فدي حاجه ايجابيه. بس انا حاسس شويه الديكور بتاع المكان مش افضل حاجه كاختيار في الالوان. اختيار الالوان بالنسبه لي صراحه مش افضل حاجه، يعني بني مع ازرق كاتم قوي كده. ولكن لحد دلوقتي الايجابي هو وسع المكان. خلينا نجرب السرير. لا حلو، سرير مريح ومخدات كمان مريحه، ده حاجه ايجابيه لحد دلوقتي. يعني سرير كويس ومخده كويسه، فده شيء كويس. فكنوم واستراحه كده في اخر اليوم بعد ما تخلص يومك في اسكندريه، اليوم المليان بتاعك، تقدر تنام وتستريح. تعالوا مع بعض نشوف الحمام. حمام متواضع، حمام بسيط جدا ما فيهوش اي قصه. برضه حاطط لك شاور جل وشامبو. حمام ظريف. الكابينه ديت اكتر حاجه بكرهها في حياتي، الستاره بتقفل الكابينه دي، يعني مبدئيا مالهاش لازمه خالص. الحمام بيغرق ميه، يعني الكابينه مش مقفوله بباب، ده كله بقى ميه. الدنيا ظريفه، يعني الموضوع بسيط ودمه خفيف. طبعا الغرفه مكيفه، فيها ميزه انها بول فيو. فندق هنا يعني المفروض ان هو 3 نجوم. غريب بالنسبه لي ان هو في حمام سباحه. فنادق بالمستوى ده في اسكندريه بالسعر ده بالنسبه لي مفاجئ شويه. فشيء ظريف ان هو الاوضه على حمام السباحه على طول، وكمان شايفه قصر منتزه. كمان هم عندهم غرف هنا شايفه القصر منتزه هو البحر، ولكن فيو البحر مش افضل حاجه. يعني انت هنا لو جاي فما تعتمدش ان فيو البحر هيكون بالنسبه لك افضل شيء. مميزات الفندق بالنسبه لي هو غرفه واسعه، المكان بتاع الفندق ذات نفسه كموقع ظريف جدا. الغرفه من جوه كنظافه ما عنديش تعليق كبير عليها، حاسس غرفه ظريفه يعني مقبوله. من المميزات برده فكره حمام سباحه، ان انت يكون فندق 3 نجوم عنده حمام سباحه، ده شيء ظريف. بالنسبه لعيوب الفندق ان هم كاداره الدنيا، حاسس ان الاداره مش افضل حاجه. اما وصلنا تحت واجهنا مشاكل في الدخول، اخذنا وقت كبير عبال ما دخلنا، تحس ان الموضوع بطيء معاهم شويه. نتكلم شويه عن الاسعار. احنا حجزنا في رمضان، فسعر غرفه هنا كان 840 جنيه. اعتقد الصيف ممكن يوصل ل 1200 او حاجه زي كده. بالنسبه للاسعار اللي حواليه اعتقد ان هو ممكن يكون الرينج بتاعه اعلى شويه من الحاجات اللي احنا شفناها. انا بالنسبه لي مثلا هو اختيار مناسب للناس اللي عايزه بس فكره حمام السباحه. غير كده في خيارات افضل وارخص. كده يبقى شفنا مع بعض ارخص 3 فنادق في اسكندريه. قولوا لي في الكومنتات ايه الاماكن الثانيه اللي انتوا تحبوا ان احنا نعمل لها ريفيوهات على الفنادق بتاعتها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو للصفحه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.